مرحبا اخواتي، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دبي. ملحمه ومطعم مزارع الشام. لما تكون مطعم بقلبه ملحمه، يعني مصدر الخروف بيجي لعندك، الملحمه بتقطع اللي بدك اياه وبعدين بيطبخوا لك اياه وبيشوا لك اياه وبيعملوا لك طبخات كلياتها قدامك، فاكيد مكان غير اعتيادي. بس اليوم ما جايين ناكل مشاوي، اليوم جايين ناكل طبخات غير اعتياديه مع شيف غير اعتيادي. الذهب الابيض. شو هو الذهب الابيض؟ ليت الخروف، يعني كل شيء طبيعي بنركز عليه. بسم يعني الله. هون زيت ما زيت سمنه ما في، كله ليت خروف خروف بلدي اصلي. السقسقه يا سلام. طبيعيه 100%. شو هي الاكله؟ فتايل مع شو؟ فتايل مع الكمى اللي عم تحكي لحالها والخضار على الخفيف. هي الخروف من وين بتكون؟ اي اطعم خروف؟ الفتيله اللي هي اطرى اطعم الخروف زي ست الظهر، وبنقطع فوق الكمايه، بنحطها فورا بالمقلايه على طول. اول شيء بننزل بعد بالخضره. لا، بننزل شو هلا؟ فتايل خروف، وهلا دور اللولو، الكمى. يا سلام. هي اللي كنت نشوفها على الانستغرام بالليل، اطلع قبل ما انام تطلع لي وتزعلني. لا تلشفه بالمنام، هلا بالحقيقه صارت. يا جماعه نحن عم نحكي على مكونين هن يعتبروا من الافخم بالعالم. الكمايه اللي هي الترافل، هي نوع من انواع الفطر النادر اللي ما بينزرع، بيطلع بظروف طبيعيه معينه كلها بنعرف شو هي، مع الصوص مع التتبيله مع لحمه الفتايل اللي نظيفه يعني قطعه نظيفه. وشغله ثانيه، اذا انتم انتبهتوا انه هون المطبخ مفتوح، يعني ازاز بتشوفوا شو عم ينطبخ قدامكم، فبتعرف شو عم تاكل. ما لانه انا ادم عم يدللوني. بسم الله. هي لقمه رهيبه مثل ما هي هيك. هي من قسم المحلمه، بتتحضر وبتروح على المطعم على طول، بتطبخ قدام المنكون، بتطلع بهذا الشكل، الكمى والفتايل. يا امي يا امي يا امي. اللحمه طريه بس فيها هي العلكه، يعني كل ما تعلق كل ما بتعطيك نكهه اكثر. والكمايه عاملينها بطريقه انه ما مهروسه هرس، بنفس الوقت مقاسيه، يعني فيها هي كمان قرشه، فبتستمتع انت وعم تاكل. كل ما تعلق اقسم بالله معلم. وطبخت بليت الخروف هي لحالها، هي لحالها. هي القصه كلها. الذهب الابيض شو عم تعمل فيني يا بشار؟ جيتها غاليه. شو عم تعمل فيني؟ هلا مين واجب بس. اي قطعه لحم رح تعجبني بقى، بربكم اي قطعه لحم رح تعجبني. حلوات عشاء الجماهير، عشاء الكل. شو هي الحلوات؟ هي بتنسحب من الخروف نسبه قليله جدا لحتى يطلع منه بهذا الشكل. يعني هي دهن، هي دسم؟ لا، هي عباره عن شيء قريب للبيض الخواريف بس قاسي شوي، طعمه مميز كثير كثير، كمان نفس القصه، وقليل لحتى توفرها هون بقلب الامارات. بسم الله. يا سلام. الدرنات، الحلاوات، شو بدك سميهم، بيبقى لهم كل شيء. رشه ملح، فلفل اسود، مع شو فليفله يابسه. بنكملها بس في شو هلا هون كمان مشان تتجانس القصه مع بعضها اكثر واكثر. عصره ليمون. شوف كيف القصه راحت مع بعضها. لوين هلا؟ على الفخاره تبعهم، على التقديم، على الاكل. لولو ابيض، كل حبه وفتحه لحالها تفتيح. والطعم تبعوتها طعم هلا ابو شهاب، خلي الطعم عليك. الدرنات هيك عليهم هيك، كلفها اليمين كلفها على اليسار وبتشيل. الله. معلم ذهبيه وحياه اختي العماد ذهبيه. مزوق مو لايدك صحتين. ما بتعرف شو عم تاكل. انا بالنسبه لي طعمه جديده، انا اول مره بدوقها. ما بتعرف شو عم تاكل، بس شغله خليك تنبسط. لا فيها نكهه قويه كثير، لا فيها شيء مزعج. دسمه اكيد دسمه، لانه يعني هي لها عشاء هاي الاكله، بس كله نظيف ورقم واحد، وهذا الكلام نشتغل عليه كثير ومضمون مليون بالمية، ومسؤولين عن كلامنا هذا اللي نقدمه. هي بتعمل ادمان، حبيتها. صحتين. اجى الجد هون. صلوا على النبي يا جماعه. اكبر. هاي القطعه ما فيها مزح بنوب. اقطع لك اياها ولا خليها تقطع لحالها هي؟ هلا هي ما بدها سكينه، لانه هي بتعمل لها هيك. ها معلم وتشيلها هي. يا سلام. اذا ما كانت نظيفه معناتها اللي عاملها ما صح. طيب هلا هي شو بدنا نعمل فيها؟ فرجيني لمسه ابو شهاب بقى. لا عيونكم. ها على الخبزه تبعها نعمل سندويش خفيف، قعدتها غير شكل ياسع ابدا. تمام. نرجع بنحط لها بنسقسق بالجبنه تبعها، بنعطيها شويه الصوص على الخبزه الثانيه. يعني هي حلاوته بالبساطه، ما في بهارات مزعجه، ما في شيء. لحم طعمه شيء اللحم مبسط وهادي طبيعي. لحمتك نظيفه.
ملح وفلفل مع نظيفة. شويه صوص الاعشاب، شعللها مسقسقه شوي للجبنه على اللحمه بس. ما بدها الامور خالصه. بنحط الطابق الثاني، هذا لحم بقري. لحم بقري Short نيوزيلاند rib. ناتشورال وطبيعي 100%. يا سلام. شوف مرهم، ما بدك الاسنان على لسه بيشتغل. يا سلام. بالنار. بسم الله، في العافيه ان شاء الله يا رب. بسم الله. شورت ريبس قاعدة كم ساعة بتطبخوها لهي؟ 5 ساعات، لو بتحب تعطيها اكسترا كمان بالصوص. 5 ساعات مع جبنة، مو محطوط لها شيء يعني. شو انضحك علينا؟ ضحك علينا وعم يقولوا انه هذا لحمة، هذا اللحم. عن جد ما بدي اسمع. يعني إذا عندك بدلة بتشيل بدلة وبتهرش من قلب قوي. جبنة عطها هيك طعم ظريف. لا البقدونس راح والأعشاب. على إيه، الاخر. يعني هيك بنرجع بنحكي كمان سندويشة نكهات متوازنة، هي التوازن بالنكهات شيء بيبسطك. يا سلام يا سلام. وهو شو عندنا هون؟ بيض غنم، وخاعات الغنم. اول شيء بدخلهم الفرن وبعدين نجي المفاجاه الثانيه. بيض غنم بسم الله. ونخاعات، يعني على كولاجين ودسم على الحل. 3 بواحد. الله أكبر. ما في مازح بنوب معانا. طيب لنشوف. طلع السبيشال تبع مزارع الشام، بيض الغنم وخاعات الغنم. بنكملهم بزينهم بشو؟ بالتندرلوين الساوث افريكا. فارطه اللحمه مستويه قبل ما تنشوى. هذه اختراعك. طبعا بحب شغل، بحب اللحمه واتفنن فيها مثل ما بحبها انا، بحب اقدم لكم اياها. برجع على الفرن. الفرن ضروري. يا رب بسم الله روح. فخارات، الانسان اول ما بلش الطبخ بلش بالفخارات لسبب معين، وهلا رجعوا الفخارات، بس مزارع الشام وابو شهاب اخذ فخارات لليفل كثير اعلى، يعني لو في ميشلان ستارز انا برايي للمطاعم اللي بتشتغل بالفخارات هون لازم ياخذ. تسلم لي يا رب. شوف لي هون الزخم موجود، بيض الغنم وخاعات الغنم فوق شو؟ شرحات. سلام. دللني ابو شهاب دللني. دلل لي حالك. وهم مسقسق شوي الصوصات تبعوتها سقسق هيك. لي اياها هون بأمر عيونه. أيوة هي اختراعه، يعني هي بقى ابو شهاب لانه هو بحب اللحمه. اي والله. يعني ما خرج يكون واحد شاطر باللحمه هو نباتي، يعني معلش. هي ملعبنا. سلام. لو بترجع تعطيها شويه هيك لك لعيونك. غطسه صغيره هون. أصلي. هلا هيك صارت كاندل. بقى الواحد بيسقسق بسم الله. موت فيها. كرنفال نكهات. 3 قطع، اهم قطع بالخروف موجودين، الدماغ وبيض الغنم وشرحة اللحمة المدللة. هدول 3 عن جد بيخلوا كرنفال بيتمك من طعمها. الحموضة فيها متوازنة، التوم فيها متوازن، النكهات اللي لهم عن جد متوازنة، يعني بتستمتع. لقمة وحدة كافية انك تخليك تبتسم، إذا مرتك منكدة عليك تعال كل الأكلة وحياة أختي لتنبسط، هرمون سعادة على الحل. شايفين البقدونس محطوط على الوش؟ هذا عمل فرق كثير كبير، يعني بتلاقوا كل حركة إلها معنى، نستمتع. أنا مبسوط. الله يقويك يا أبو شهاب، رهيب. في شغلة كمان عجبتني أنا، إنه هون بحطوا لك هي تحت الصحن، بحطوا لك إياها إنه نوع القطع وشو اسمها. هذا محتوى تثقيفي على فكرة، لأنه العالم ما بتعرف الفرق، الريب آي، توماهوك، التيبون، ما بيعرفوا أنواع القطع، الشرحات، وشو ستيك بشكل عام. هون بيشرح لك، ما عنده شيء مخبى. هي مأخوذة من الظهر، هي اللقطة الصغيرة بتبين إنه قديش بحب اللحم صاحب المحل. خاعة نضار صحي وخفيف ونظيف على الغداء ولا على العشاء باي وقت، حتى جنب الاكل كيف ما بدك اياه بيصير. طيب هي العظمة من وين مأخوذة؟ من أي حيوان؟ فخذ العجل. عجل. تمام. عشان تعطيك هي الكمية الخاع اللي جوا. شوف تمام. بون مارو. ملح بسم الله على الماشي، فلفل اسود، بساطة يعني. بس ولا بدنا نحن شيء. بدنا ندوق الطعمة. اكيد تمام. شوية زيت زيتون بس مشان نسقسها اكثر. وعلى الفرن؟ على الفرن على طول. شوف البقبقة تبعوته كيف عم تحكي لحالها. رشة فلفل زعتر هيك. هذا الاوريجانو هو اللعبة، هو اللي بيعطيه الطعمة الرهيبة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. قصة وحكاية. دلال بديك البقبقلة. ينصح بها الأطباء. اكيد مليون بالمية. أبو شهاب لكل أكلة إلها اتيكيت، لأنه هيك شغلات بحياة الواحد، يعني أنا بالنسبة لي باكلها بس ما بعرف كيف مطاعم ممكن ياكلوها، فعلمنا الكتالوج. بنجيب الخبزة هي لهون. تمام. هي محمصة. اكيد مليون بالمية وخاصة فيها. وبنجيب صوص الاعشاب. الصوص شو هو؟ الاعشاب شو من شري صوص بنمده هيك على الخبزة ونرجع نبلش بالعظم ننزل فيه على طول. خال عظم. الله. بون مارو. صوص الأعشاب فيه توم، نكهته كثير واضحة طالعة. ضروري. كثير أساسية. 12 نوع عشب واللي بقلبها. أنا بدي آكل ما فيني استنى. لحظة شوالي هلا بخليك تاخذ احلى سندويشة. حقها بشو؟
التوميات المشويات يا سلام اساسي عليك. بقلبها، اساسي اساسي. هي صارت قنبله. لازم تتجانس القصه مع الخضار هيك كمان، سندويشه خفيفه نظيفه. اكتبوا لنا بالتعليقات اذا مجربين هيك شيء قبل، هذا لب العظم، اذا مجربين شو رايكم فيه قبل ما بلش انا. رجع بنحطها هي اكسترا فوق على الوش. انت بدك تذبحني هيك. لا هي مشان الصحه الواحد تبعته يهتم فيه ودليل اكثر واكثر. بسم الله، منظر بيحكي. بسم الله. فوت فيه اول يا رب. هات لنشوف اخذت اذن للدماغ ولا ما اخذت اذن؟ هاي بدون اذن. انا كنت متوقع تكون كثير ثقيله، هي ثقيله بس هلا يمكن ما حاسس فيها، بس رهيبه. يعني اكله من الشغلات اللي عن جد محروفه، شغله من الشغلات اللي لازم الواحد يجربها لو مره واحده قبل ما يموت. هي بتعرف شو الفكره كلياتها؟ بالطريقه البهارات المحطوطه بالصوص، يعني ما في نكهه طاغيه كثير اكثر من لب العظم، وبنفس الوقت عاطيه هيدي تجانس بين هيك الحدوديه تاعت الثوم، الحمض الناعم، الاعشاب اللذيذه، ملح والابهار، بتلاقي حلويات الذوقيه كلياتها شو عم تقول يا نيل، كله مبسوط. الف صحه. الله، دول لحالك. شايف القوام؟ صحتين. هي ما بتاكل غير فريش، حصرا هون. رهيبه. مليون مرحبا. واو. هي الاكله ماكل عالم ابو شهاب، هي بس للحريفين. اجباري الحريفه واللعيبه مضمون. لا هذا متشقف. اللي ما بياكل هيك اكله كثير رح تروح عليه، بس عن جد بتجنن. بسم الله، ما بدها شيء. طعمة البهارات مبينه هيك واضحه، القرفه عاطيه نكهه رهيبه. سلام. نيفه نظامي ما بده اي شيء. اعطينا الدماغ، كمبيوتر رباني. هي دماغ. كمبيوتر ياباني، كمبيوتر رباني. بسم الله. صحتين. الريحه طيبه، ما في شيء بيزعجك، النكهات كل شيء على اصوله. خليني اساعدك شوي. صحتين ان شاء الله 100 هنا. عالم ثاني، يعني هو راس خروف بتحطه بتقليه بتطبخه بالطنجرة الضغط بيطلع عادي. كيف طالع هيك نوع مميز بحياتي ما بعرف. النعامي على اصوله، طعمه دائما طبعا 100% نعامي، بيعطيك الطعم مميز عن انواع الرؤوس او اللحوم الثانيه. ما فينا من بلا ما نحلي، بس لازم نشوف الاول. يا رب بسم الله. هي البقلاوه المشهورين فيها، انا فكرت بقلاوه طلعت بقلاوه لحمه. طبعا كواليتي لحمه غير حكي، غير قصه، والله انشقف اليوم. اكيد بعد الاكل شو بدها؟ تحلايه. كمان هذا اختراعهم. هلا في كثير نحن نشوف على السوشيال ميديا بيقول لك انا شيف، اللي يعمل لك شويه معكرونه مع شويه كريمه وشويه جبنه على الوش وبمطها هيك بيقول لك شيف. هذا ما شيف صراحه. شيف اللي بيقدر يغير الطعمات، يجمعهم مع بعضهم، يطلع شيء مميز مستساغ متوازن، مثل ما انت عم تقول من اول الحلقه. وعن جد ابو شهاب انت شيف، لانه ما شاء الله عليك، يعني كيف عم تخلط هالنكهات هي كلياتها، انه كان زي مع اللحمه مو اي لحمه بيقلل منها، اللحمه تندرلاين على اصولها رقم واحد مع الكباب. طيب ممكن تشرح للناس لو ما كل العالم تعرف شو هي القطعه التندرلاين؟ التندرلاين هي الفتيله من سلسله الظهر بتجي من جوا، بس هي قطعه تكون كثير طريه، ولازم تكون جودتها عاليه حسب نوع كان الخروف او البقر الموجوده. هي ساوث افريقيا من جنوب افريقيا، وهي قطعه وحيده بالخروف او بالحيوان، قطعه واحده، هي سلسله واحده اللي هي وعمره صغير اقل من سنه. ان شاء الله الف صحه. بقلاوه فوت فيها واعطيها. كم طبقه هي؟ 5. تندرلاين ليه كفته، تندرلاين كفته. هاي مشان السرعه بالهضم، ما في شيء. بسماها بقلاوه مقبلات، هي كلها مقبلات. ساعة جد ما صار. ها لا انتظروا له بس شوي. اوعى الخروف المكتف جاي بالطريق. يستر على خروفك، اي خروف مكتف ما في كتفت. هي رهيبه. صحتين ان شاء الله. اللي عليك يعني بتلاقوا الستيك، بتلاقوا الكفته، بتلاقوا الدهنه، فانت وعم تعلق بتلاقي دماغك بيكون مبسوط انه جميع انواع القطعات، جميع انواع هيك تماما كلها مع بعضها. هي ينصح بها بشده، رهيبه. الف صحه ان شاء الله. واحلى شيء انه فيها ريحه الفحم، لانه هي اول شغله الوحيده اللي اكلناها هي على المنقى، فريحه الفحم طيب، ريحه الفحم هذا السموك الموجود كثير مرتب. هي لازم هون تيك اواي، لا ما بيصير، لازم هون تتاكل مع الفحم على طول على الطاوله بانتظار الجميع. واهلا وسهلا فيكم. رح اكتب لكم وين عنوانهم بصندوق الوصف، تعالوا قولوا له انا اجيت من عند ادم، رح تدعوا لي، انا رح ادخل على الجنه من وراكم. بتنوروا شيء رهيب، بينوروا الجميع. نحن هلا جربنا بس كم صنف، لان هيك بس الشغلات الغريبه، بس يا جماعه عن جد يعني الكواليتي، الترتيب، النظام، النظافه، بتشوفوا كل شيء بعينكم، الستاف، الناس كلها هيك بشوشه مرحه، العالم كلها هيك خدمه سريعه، اي ما بتلاقوا كل هالتفاصيل بمحل واحد.
شاهدين يا لك كيف أستاذ. اللحمه. بالعكس هذا الموضوع رايك بيهمني، وجيتك وذوقك كثير بيعني لي الموضوع، لانك شايف وعارف. وان شاء الله الف صحه، وهي ما محسوبه لسه على اللي جاي. بدنا ان شاء الله رجعات ثانية، حيكون بدنا رجعات ثانية. تجارب اكثر واكثر، وبانتظار الجميع بقلب مزارع الشام. واهلا وسهلا فيكم. احلى وشها. خلي لي ايامك يا رب. السلام عليكم.